السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله يوصلكم فيديو تاع اليوم وانتم في أحسن الأحوال وفي ألف صحة وعافية يا رب. كما العادة نصلوا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. إذا عزيزتي الغاليات، كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم فيديو من نوع آخر. يعني ما كنتش رايحة نحط هذا الفيديو، لكن الغيرة تاعي على التراث الجزائري خلتني نحط هذا الفيديو باش نرد على بعض الأطراف اللي راهي تحاول طمس التراث الجزائري، ونرد عليها ونقولها التراث الجزائري واضح وضوح الشمس مهما حاولتوا طمسوا. وكما راكم تشوفوا موضوعنا اليوم يتمحور حول خيط الروح كما يقولوا ناس العاصمة، والزروف كما يقولوا ناس الغرب. كما نعرفوا باللي خيط الروح داولته بعض القنوات، وقالوا كل واحد ورايه وكل واحد هو حر في رايه، وقالوا باللي خيط الروح ليس من التراث الجزائري. نقول لهم هذا الفيديو راه موجه لكم، وراني جايبت لكم صور بالدليل القاطع تدل باللي ان خيط الروح اصله جزائري 100%. واللي عنده رأي معارض يكتب لي في التعليقات. كما نعرفوا بلي خيط الروح منذ القديم كانوا يرتدينه جداتنا وأمهاتنا، كانوا يتزينوا بخيط الروح، وما زالت هذا العادة وراهي شائعة عندنا لهذا الوقت في 58 ولاية. يعني قاع يتزينوا بخيط الروح. كاين اللي تلبسها مع الكراكو العاصمي، وكاين اللي ديرها مع القندورة القسنطينية، وكاين اللي ديرها مع البلوزة الوهرانية. يعني 58 ولاية يديروا خيط الروح في الأعراس والمناسبات، وكذلك الفتيات الصغيرات. إذن عزيزتي الغاليات، نرجع لقصة خيط الروح. خيط الروح أو الزروف من حلي الفقراء إلى أغلى المجوهرات الجزائرية. يقال عائلة من مدينة الجزائر العريقة زوجت ابنتها لرجل ذو أصل طيب ولكنه فقير وفي جيبه ما يكفي يومه فقط. اشترط عليه أبو العروس أن يحضر لابنته عقد، فأحضر له عقد لم يعجب أم العروس، وقالت هذا ليس عقد، هذا خيط الروح نظرا لصغر حجمه. فتصرف والد العروس وقام بوضع هذا العقد على رأس ابنته، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا النوع من العقد يوضع على رأس العروس أو أي امرأة جزائرية تتزين به. ويتشكل هذا الحلي الجميل من أحجار دائرية صغيرة عدة تتدلى من إحداها وردات على شكل قطرات، وغالبا ما تكون القلادات ذهبية مرصعة بالألماس أو الأحجار الكريمة حسب مكانة الأسرة الاجتماعية آنذاك. يعني كما نعرفوا في القديم، منذ القديم كانت طبقات، كانت طبقة أرستقراطية وكانت طبقة متوسطة. يعني الطبقة الأرستقراطية كانت تزين خيط الروح بالأحجار الكريمة، والطبقة المتوسطة تزين بالأحجار العادية. وكما راكم تشوفوا هذه الصور تدل على مكانة المرأة الجزائرية في ذلك الوقت. إذن عزيزاتي الغاليات، ما تنساوش تدعموني بليجام، وكذلك تمدوا لي رايكم في التعليقات، ونحطوا يدنا في يد بعض وباش نحموا التراث تاعنا وندافعوا على التراث تاعنا. ورايحه في الايام القادمه ان شاء الله رايحه نزيد نحط لكم فيديوهات اللي تخص التراث الجزائري. وخليكم تكملوا الفيديو تاعكم، ونقول لكم خليتكم الهنا والراحه وتهلاو. جاك المشي زحف الريف جاب غشي، الحياة والحرمة بقى شي، قل الإيمان والدين وين المرمى والشواشي، خيطانها مدلين ما بقات شي بنت رمضان
لا عيد لا موسم كي زمان، التقليد غموه يا اخوان، بدعوا طبايع اخرين، تبدل الحبق بالريحان، حصرها على الياسمين. وين القفاطن والمجبود، عالطراز الحرير مفقود، وينهم خرازين الجلود، وينهم النقاشين، وين صنع سروج العود، وينهم الرصامين. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين، قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين. وين الصفاري والجلسات، وين الشياخ والمسمعات، التقديم بالزغراتات والمكحل بوزندين. وين القصايد والقصات، وينهم المداحين، وين فضيلات زيرية العنقة والفخرجية، تيتيش والزرناجية عادو قاع منسيين. قسنطيني بوالتسلية زيد ألوف فنانين. وين زنجي بابا سالم صنجاق طبول ومحارم، وغواشي عليه ملايم مدابنا ندوك سنين. غابت النية يا فاهم راح داك الوقت الزين. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين، قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين.